قصة الساحر السيد الفلكي وازاي قدر يخدع مخرج فيلم عاد لينتقم ورمى تعويذة على الشعب المصري والعربي. وايه القصة اصلا؟ فيلم عاد لينتقم فيلم مصري مصنف انه رعب، والافلام العربية في الفترة دي اللي كان بيقال عنها انها رعب كانت عبارة عن ضحك وكوميديا من قلة الامكانيات وقتها في السينما المصرية. لكن في فيلم عاد لينتقم الموضوع اتغير تماما، لان وقتها مخرج الفيلم ياسين اسماعيل ياسين، وهو بالمناسبة ابن الفنان اسماعيل ياسين، قرر وقتها يستعين بساحر يأدي الدور ده ويعمل كأنه بيقول أي حاجة لأجل بس الحبكة الدرامية في الفيلم. لكن الصدمة لما استعان بالساحر السيد الفلكي اللي خدع الجميع ورمى فعلا تعويذة حقيقية في الفيلم، عشان من بعدها كل اللي يتفرج على الفيلم يحصل له حاجات غريبة. ومن وقتها الفيلم اتمنع من العرض في السينما وعلى قنوات التلفزيون، ومحدش عرف عن الفيلم حاجة. ويقال كمان إن الساحر ده مات في ظروف غامضة. قول لنا بقى، هل أنت من الناس اللي شافت الفيلم ده ولا لأ؟ ولو شفته، هل حصل لك حاجة غريبة ولا دي تهيؤات؟ سلام.